ولكني أقول لكم يا إخواني تكفون قبل تنامون أوتر لو بركعة واحدة، قدرت تأخذ ركعتين قبلها أو 4 ركعات فهو أجمل وأعظم من الأجر وبركة لك، أنت المستفيد. قد ما تقدر أنك تختم هذا الليل قبل أن تنام، تتوضأ وتحط سجادتك وتصلي لله جل وعلا وادعو الله جل وعلا. أنت بينك وبين الله شيء، ادعو الله إن الله يجنبك المعصية ويعصمك، يستر عليك، يتوب عليك، يشرح صدرك الهداية، يحبب لك القرآن، يجعلك من الصالحين، يجعلك من المستقيمين. ادعو الله. عيالك تعبانين ادعو لهم، ادعو عيالك عندهم مشاكل ادعو لهم، ادعو لزوجتك، ادعو لإخوانك، ادعو إن الله يرزقك زوجة صالحة. وأنت البنية ادعي ربك إن الله يرزقك زوج الصالح. يا إخواني كل ما في أنفسكم بثوه إلى ملك الملوك جل وعلا. إذا سجدت لا ترفع راسك من سجودك، وفي نفسك شيء ما قلته لربك، قل لربك كل شيء، كل اللي في قلبك قل يا رب إني أبغى كذا وأبغى كذا وأبغى كذا. ثم حط راسك على المخدة، ثم اقرأ أذكار النوم، وانفث في يدينك قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. كل واحد تنفثها تمسح جسمك كله كذا، تمسح جسمك كله، ثم تقرأ آية الكرسي. فإذا قرأت آية الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقرب شيطان. ما يجيك شيطان، حط رأسك لا في أحلام ولا أسد يطاردك ولا حيايا ولا عقارب ولا ديبان، حط رأسك وحتى تقوم نشيط تذكر الله جل وعلا وتصلي مع المسلمين الصبح. وترى الحياة حلوة في طاعة الله، الحياة حلوة مع الله